الحقيقه النهارده احنا في الحي الرابع بنكمل سلسله اجزاء تطورات بيت الوطن. الحي ما شاء الله بدا الانشاءات فيه تبان قوي 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 كده. طلعنا على شارع النوادي، على يميننا حرف الكي وهو اعلى الحروف اللي فيها انشاءات. هتلاقيها اللي مليانه انشاءات على شارع النوادي وجوه، ويعني زي ما تظهر على الخريطه حرف الكي مليان عمارات. لو انت لسه ما شفتش العاصمه الاداريه خالص، او لو انت ما شفتش بيت الوطن تماما، تقدر تتابع الفيديوهات وتتفرج على بيت الوطن حي حي. احنا لسه هنصور فيديوهات كتير قوي 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 في العاصمه الاداريه، في المستقبل سيتي، وفي كذا مكان ان شاء الله الفتره اللي جايه. فاللي حابب يتابع كل حاجه يتفرج على المكان اكنه نزل الموقع، لان في ناس ما بتقدرش تنزل الموقع وتتحرك في الموقع براحتها وما تبقاش عندها درايه كافيه بالمكان، فيتابع الفيديوز ان شاء الله ويقدر يشوف المكان على الواقع. يلا بينا. مساء الفل عليكم، معاكم عمر خالد. احنا رجعنا تاني بنكمل سلسله اجزاء تطورات بيت الوطن. صورنا تطور الانشاءات في بيت الوطن في حي حي، بقينا نخش جوه حي حي ونشوف تطور الانشاءات النهارده عن سنه فاتت وسنتين فاتوا، من الحي الاول للحي الثامن والنورث هاوس والمنطقه التكميليه. نزلنا فيديوز عن العاصمه الاداريه لان دي طلبت مننا كتير، لناس مغتربين بره مصر وموجودين جوه مصر محتاجين يشوفوا العاصمه الاداريه من الواقع. الحقيقه هيبقى فيديو حلو جدا جدا جدا، نزل وموجود على القناه، يا ريت ترجعوا له وتتفرجوا عليه لو انت لسه ما شفتش العاصمه الاداريه خالص، او لو انت ما شفتش بيت الوطن تماما تقدر تتابع الفيديوهات وتتفرج على بيت الوطن حي حي. الحقيقه النهارده احنا في الحي الرابع في بيت الوطن، والحي الرابع زي ما انتم عارفين هو على شارع النوادي على طول، متوسط شارع النوادي بمنطقه الفيو زون اللي تخدم بعد كده على بيت الوطن كاملا وبره بيت الوطن كمان. ودلوقتي نزل فيها كذا كومباوند موجود جوه بيت الوطن، من الكومباوندات الموجوده المحترمه جدا اللي اسعارها كويسه وانظمه سدادها كويسه، ودي برضو ممكن نبقى نعمل عليها فيديو لو تحبوا، لان اكتر من حد سالني على الكومباوندز الموجوده داخل بيت الوطن. وزي ما انا معودكم على طول، اللي حابب يسال على اي مشروع او اي شركه او اي قطعه ارض يبعت لي على طول على رقم الواتساب اللي بيتثبت في وصف الفيديو، او اول كومنت بسيب رقم الواتساب هيدوس على اللينك يوصل للواتساب على طول مباشره عندي. ان شاء الله برد على يعني اكبر قدر من الرسائل اللي اقدر ارد عليها، واللي عنده استشاره لاي حاجه جوه بيت الوطن او بره بيت الوطن يبعت لي، وان شاء الله يتفرج على تطور الانشاءات الموجوده في بيت الوطن والاحياء كلها وبره بيت الوطن كمان. احنا لسه هنصور فيديوهات كتير قوي 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 في العاصمه الاداريه، في المستقبل سيتي، وفي كذا مكان ان شاء الله الفتره اللي جايه. فاللي حابب يتابع كل حاجه يتفرج على المكان اكنه نزل الموقع، لان في ناس ما بتقدرش تنزل الموقع وتتحرك في الموقع براحتها وما تبقاش عندها درايه كافيه بالمكان، فيتابع الفيديوز ان شاء الله ويقدر يشوف المكان على الواقع ايا كان انت كنت فين في انهي دوله. يلا بينا. طيب احنا نتحرك دلوقتي من، يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي النادي الاهلي باين على شارع النوادي، وبعد كده الفاصل اللي بين الحي الرابع والحي السادس اللي احنا نتحرك من عليه، وهيبان كده كده مسار الفيديو ماشي ازاي وهنمشي فين جوه الحي او من اطراف الحي بره على قدر الامكان. بس يعني عايز اقول لكم معلومه برضو، ان يعني الحروف اللي احنا هنعدي عليها في الشارع ده، اللي هو الفاصل بين الرابع والسادس، احنا هنعدي على حرف الكي والجي والاي والاتش، ودول من الاماكن هنا اللي فيها انشاءات بنسبه كبيره. يعني لو خدنا بالنا من على الخريطه، هنجيبها من على جوجل مابس كده، هتلاقي نسب الانشاءات عاليه. واحنا اصلا الشارع ده ما شاء الله هنلاقي عليه عمارات خلصانه ومتشطبه. وهنا في عماره ان حد كان بيشطب وبيبدا يسكن في العماره، وهي العماره اللي على الشمال دي الدور الاول اللي بدا خلاص السكن فيها. كده كده في كذا عماره خلي بالكم خلاص هي مؤهله للسكن وكل حاجه، وفي عمارات اوريدي بدات تسكن، ولكن دي في الحي الثاني، وان شاء الله هنصور فيها. بنحاول كمان نصور مع ناس ساكنه جوه بيت الوطن عشان نقدر يعني انقل لكم الصوره بشكل واضح. طيب الفيديو ده هيبقى مفيد قوي 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 لاي حد شاري اوريدي كده كده في بيت الوطن. يعني زي ما انتم عارفين احنا الفيديوهات اللي بعملها هي موجهه اكتر للناس اللي اشترت خلاص زمان، ودلوقتي يعني بتشوف تطور الانشاءات عامل ازاي سنه عن سنه عن سنه. يعني احنا ممكن يظهر على الشاشه دلوقتي تطور الانشاءات في الحي الرابع بالتحديد من 2018 و2019 لحد النهارده. زي ما انتم شايفين هتلاقي فيه تطور انشاءات سنه عن الثانيه، بالذات في الحي الرابع كان متاخر لفتره، ولسه على فكره جوه في الحي الرابع جوه في الحروف اللي جوه شويه زي حرف السي لسه في بعض التاخيرات في الاراضي، ودي مش بسبب المطورين، دي بسبب ان الاراضي كده كده لسه ما اتسلمتش ولسه بتتظبط عشان تتسلم، فدي حاجه خارجه عن ارادتهم يعني. ولكن انا بقول لكم الوضع العام للحي اجمالا يعني.
فده ممكن يجيب شويه تاخير في ميعاد الاستلام اللي الشركه كانت حاطاه. بس زي ما احنا شايفين الحي ما شاء الله يعني بدا الانشاءات فيه تبان قوي قوي قوي. واحنا دلوقتي مثلا مخلصين اهو الجزء بتاع الحي الرابع، قدامنا الفيو زون، قاطع الفيو زون هناك، ودي المنطقه بتاعت الفيو زون اللي كنت بقول لكم عليها، اللي هي منطقه هتخدم بيت الوطن كله. بصوا لو احنا شايفين البرج الايقوني باين هناك خالص، لو نقدر نجيب كده زوم بالكاميرا شويه، البرج الايقوني باين هناك. مش عارف بقى هيوضح عندكم ولا لا، بس انا شايفه بوضوح كويس قوي يعني لو نقدر نعلم عليه. وده المكان اللي جنب بيت الوطن. طب انت ايه المكان اللي جنب بيت الوطن؟ هو العاصمه الاداريه. طب عايز تشوف العاصمه الاداريه، هترجع للفيديو اللي انا كنت عامله للعاصمه الاداريه كلها، من اول بوابه العاصمه الاداريه لاخر حاجه في العاصمه الاداريه موجوده ومبنيه النهارده. اخر حاجه في المرحله الاولى هتقدر تلف جوه العاصمه الاداريه كلها في ساعه الا ربع، جوه كل منطقه في العاصمه الاداريه، وتشوف التطور الرهيب اللي حصل في العاصمه الاداريه. عشان تعرف برضو ان موقع بيت الوطن ده بجانب العاصمه الاداريه اللي احنا صورناها. شوف العاصمه الاداريه عامله ازاي والمكان عامل ازاي. المكان ده لما يتطور ويسكن ويعيش ويشتغل هيرفلكت طبيعي على المكان هنا وعلى العمارات هنا وعلى اسعار المتر وعلى اسعار الاراضي. فانت الكسبان كده كده. اي حد يا جماعه حط جنيه في بيت الوطن من سنتين 3 4 5 النهارده، يعني ما اعتقدش حد يكون كسب اقل من 100 ولا 200% يعني في الاسعار وفي التطور اللي حصل في المكان، في السفلته اللي حصلت في المكان، في الرصف بتاع الشوارع، عمليه الاناره، اهتمام بالمكان مش طبيعي. بيهتموا بالاماكن اللي تعدي الطريق بتاعها يبقى رايح للعاصمه الاداريه. فالمكان ده فيه اهتمام شديد جدا. ولكن زي ما برجع اعيد في كل الفيديوهات ان انت محتاج تشتري صح في بيت الوطن او في اي مكان عامه، مش لازم بيت الوطن بس، اي مكان يكون تحت الانشاء. فانت محتاج تشتري بطريقه صحيحه، محتاج تشتري بطريقه امنه. النهارده في بنود في العقود تعجيزيه، ما تعرفش بعد كده تاخد حقك خالص لو المطور اتاخر عليك في التسليم او اخل باي بند من بنود العقد. عشان كده بقول لكم على طول يا جماعه، اللي يجي يخلص في مشروع وبيكون بيتفرج على الفيديو عادي، مفيش مشكله ان هو يبعت لي واقول له الشركه دي تمام ولا مش تمام، الورق العقد ايه البنود اللي يضيفها في العقد ويزودها في العقد، ايه صيغ البنود المفروض يحطها علشان يكون بيشتري بطريقه صحيحه. كده كده بيت الوطن عامه انتوا على طول يعني، ما اي حد بيكلمني من على الفيديوز اللي بيشوفها انا يعني بقول له على كام شركه هي اللي ما يخرجش براهم في بيت الوطن من الاخر يعني. لان شركات في بيت الوطن كتير جدا جدا جدا، في اكتر من 350 شركه موجوده في بيت الوطن، ولكن مش كلهم شركات محترمه، مش كلهم شركات محترمه. في شركات تشتري معاهم وتنام وانت مطمن وتبقى متاكد 100% انك ايه هتستلم. ما يعني انا برضو عايز اقول لكم على معلومه، احنا كده طلعنا على شارع النوادي، على يميننا حرف الكي وهو اعلى الحروف اللي فيها انشاءات، هتلاقيها اللي مليانه انشاءات على شارع النوادي وجوه، ويعني زي ما تظهر على الخريطه حرف الكي مليان عمارات. فده من الحروف اللي فيها انشاءات كتير جدا يعني. فاحنا معديين دلوقتي كده على النادي الاهلي او شارع النوادي. وكمان زي ما يعني هيظهر قدامنا المكان بتاع مشروع ظلال اللي نزل جديد، ده المكان بتاعه جوه الحي الرابع في بيت الوطن، زي ما هيتظلل دلوقتي قدامنا فده المكان بتاعه. والمكان اللي هيتظلل عليه دلوقتي برضه هو مكان خدمات الحي الرابع. خدمات الحي الرابع، كل حي هنا في بيت الوطن هو فيه منطقه خدمات تخدم على الحي كله. ما بقاش فيه بقى الجو العشوائي القديم ان احنا ايه نبقى عاملين محلات او ايا كان تحت كل عماره يعني. ما بقاش فيه الكلام ده. على شمالنا المول الجديد اللي لسه بيخلص دلوقتي ولسه بيتشطب، وعلى خلي بالكم في تطور رهيب في المول ده، بداوا بيقفلوا في الواجهات وهيشطبوا التشطيبات الداخليه. طيب احنا يعني انا بحاول على فكره امشي في الحي الرابع 360 درجه حواليه عشان تشوفوا الحي الرابع المناطق المحيطه فيه ايه. فاحنا دلوقتي جنب حرف الكيو وداخلين بين اللي هو الفاصل يعني بين الحي الثاني والحي الرابع. على ايدينا الشمال اهو ده الحي الثاني، اكيد شايفينه بوضوح، ده كده الحي الثاني. على ايدينا اليمين الحي الرابع حرف الكيو. لو حد بقى شاري، انا عمال اقول الحروف ليه عشان لو حد شاري في حرف من الحروف يبقى عارف الحرف بتاعه هنا وصل لانشاءات ايه، وصل المكان عامل ازاي يعني. الكيو ويليه حرف البي، ويليه حرف البي. طبعا هنا في حرفين بس بي عشان الناس تبقى فاهمه يعني. البي بي فور بوك وفي بي فور بن.
البي الكبيره والبي الصغيره. فاحنا بنعدي دلوقتي على المنطقتين اللي جنب بعض، وبرده المقابل بتاعها هي الايه؟ الحي التاني. لو بصينا برده على قدام خالص، لما احنا ماشيين قدام خالص هيقطعها منطقه الفيو زون، واحنا نوصل للحته اللي هناك، لان زي ما بقول لكم انا بحاول نلف 360 درجه حوالين الحي. طيب اللي هنا يعني انا كنت بكلم بقى من شويه للناس اللي اشترت خلاص، طب اللي لسه عايز يشتري، ايه الانظمه هنا وايه الاسعار هنا برده عشان يبقى عارف الرنجات اللي موجوده في المكان. ودلوقتي في خلي بالكم تفاوت في الاسعار، فعشان كده بقول لك ركز قوي قوي في قصه اللوكيشن، تفرق قوي في السعر، تفرق قوي اسم الشركه، يفرق قوي نظام السداد اللي انت واخده. بس عامه هتلاقي هنا اسعار الناس لسه بتتكلم في 24 و25، في ناس وصلت ل 27 28، في ناس وصلت ل 30 و32 بره على شارع النوادي، وفي اكتر من كده كمان خلي بالكم. بس انا بقول لك الرينج اللي ماشي طبيعي هنا في اسعار المتر. وبالنسبه للعمارات اللي خلصانه، لا فهي كتير في الحي الرابع، هي فعلا كتير في الحي الرابع. قبل كده الحي الرابع كان لا نسبه الحاجات اللي خلصانه فيه والاراضي اللي بداوا فيها انشاءات كانت قليله، كانت قليله جدا. بس دلوقتي لا، الدنيا زادت قوي ما شاء الله، وبقى فيه انشاءات كويسه جدا. وده اللي قدامنا اللي قابلنا دلوقتي، دي منطقه الفيو زون. ما تتخضوش قوي من شكلها، ان الدنيا لسه صخر، ويعني الدنيا لسه جبل قوي كده زي ما احنا شايفين. وده يعني ما يعتبرش جبل، بس اقصد ان هي مكان لسه مش ممهد خالص، ولكن ده الطبيعي. اي مكان في التجمع زمان، ارجع لاي مكان في التجمع زمان. والله كنت عايز اوريكم حاجه لذيذه كده برضو لمناطق التجمع زمان كانت عامله ازاي، والتجمع الخامس كانت عامله زمان ازاي، زي ما يظهر دلوقتي من بقى مش 2020 بقى وكده، لا من 2010 و2005 مناطق التجمع كانت زي اللي احنا ماشيين فيه ده دلوقتي. مناطق التجمع اللي دلوقتي من افخم الاماكن اللي موجوده، كانت زي الاماكن اللي احنا ماشيين فيها دي دلوقتي. ولكن شوف مع الزمن عدى 10 سنين و12 سنه و15 سنه، بس ده طبعا في التجمع لان كان مكان يعني خزعبلي مساحته كبيره، فخد وقت كبير. ونسبه التطور دلوقتي او سرعه التطور دلوقتي في الاماكن الجديده اعلى بكتير قوي من الاماكن زمان. فكان كان نفس المنظر ده. فاوعى تقيم المكان على منظره النهارده، اوعى تقيم المكان على منظره النهارده، ولكن قيمه كمستقبلا هيبقى عامل ازاي. طب تعرف منين مستقبلا هيبقى عامل ازاي؟ من الاماكن المحيطه بيه، ومن تخطيط الشوارع فيه، ومن التقسيمات اللي موجوده فيه. يعني انت عندك هنا النهارده العمارات ار دي و3. خلي بالكم احنا كده ماشيين في الفيو زون، على فكره كده احنا ماشيين في الفيو زون برضو، بناخد بس هنلف من قدام وهنرجع تاني للحي الرابع. فبتقيم المكان زي ما بقول لكم بالتخطيط اللي موجود فيه. يعني هنا ار دي و3 ادوار، شقتين في الدور او 3 شقق في الدور. يعني نفس كونسبت الفيلل في التجمع، يا ار دي و2 وشقه ولا شقتين في الدور، فنفس الموضوع بالظبط. شوارع 18 22 و24 و32 متر و70 متر، فعرض شوارع كبير، عرض شوارع كبير مش صغير. فالمكان تعرفه وتعرف مستقبله من الاشياء دي كلها. وزي ما قلت لك في الاول، تشتري من الاول خالص بطريقه صح، ما تروحش لمطور عامل عروض وهميه وعامل انظمه سداد غريبه وعجيبه زي بنسمع. لسه حد كان باعت لي امبارح او اول امبارح، كان بيستشيرني في شقه معروضه عليه في بيت الوطن، بيقول لي والله دي الشقه دي هي اللي مناسبه جدا لظروفي، والشقه دي هي اللي هعرف ادفع فيها. طب الشقه دي نظام سدادها ايه؟ والله نظام سدادها 5% على 12 سنه. طب هل ده منطقي في بيت الوطن؟ لا مش منطقي في بيت الوطن. ففي في الموضوع، وسعرها قليل، فالموضوع غريب. جينا نكشف على الشركه، لقينا الشركه عندها بلاوي ومرفوع عليها قواضي بالهبل. فيا عيني اللي بيشتري، وبالذات خلي بالك الراجل ده كان بره مصر، يعني هو بره مصر ما يعرفش اي حاجه هنا خالص، ما عندوش حد يروح له يسال على الورق الكلام ده كله. فلما بعتني وبدانا نكشف على الورق وبعته لحد كشف على الورق، لا اكتشفنا بلاوي. فعشان كده بقول لك مهم جدا تسال، مهم جدا تستفسر، تسال حد فاهم، ترجع بقى لمحامي فاهم في العقارات، تتابع فيديوز بتصور من ارض الواقع زي الفيديوز بتاعتنا، تبدا تشوف المكان على الواقع عامل ازاي. طب الايكويشن اللي انا هشتري فيه ده عامل ازاي على الواقع؟ لان للاسف خلي بالك في بعض الناس وبعض السيلز بيقول لك اي كلام خالص، لان هدفه الوحيد والاوحد هو ايه؟ هو البيع، الا من رحم ربي. طبعا في ناس صراحه محترمه جدا، وفي ناس يعني عندهم كم من الامانه رهيب، فربنا يا رب يكتر منهم يعني. ولكن السائد والاكتر ان يعني كله بيبيع وخلاص. فانت محتاج انك تسال كويس وتفهم كويس، تعرف شقه عمرك اللي انت بتدفعه ده كمقدم واقساط هيروح على ايه، هتدفعه في ايه. فالاشياء دي مهمه قوي 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 يا جماعه قوي. فزي ما معودكم، اللي محتاج يسال على اي حاجه
محتاج يفهم اي حاجه تخص الشراء في بيت الوطن، بره بيت الوطن، في العاصمه الاداريه، مستقبل سيتي، في اماكن الجديده عامه كلها، يبعت لي. رقم الواتساب متثبت على اول كومنت موجود. لو دخلت على اول كومنت هتلاقي رقم الواتساب متثبت، والوصف بتاع الفيديو فيه رقم الواتساب، وبيظهر على الشاشه على طول الرقم بتاعي بتاع الواتساب. ابعت لي على طول على الواتساب وان شاء الله ارد عليك في اقرب وقت. احنا كده طالعين تاني لشارع النوادي، يعني احنا راجعين تاني على شارع النوادي، واحنا كده تقريبا يعني لفينا ما يقرب بس عشان ما اضحكش عليكم من 360 درجه، لان في شارع مش عارف امشي فيه. يعني في شارع اللي هو اللي في الفيو زون، هو انا مش عارف اتحرك فيه الصراحه، الدنيا فيه ما فيش تمهيد خالص فيه، فمش هقدر اتحرك فيه، ولكن هيظهر على الخريطه مسار العربيه احنا مشينا منين وطلعنا فين ودخلنا منين. فده كده بشكل العام، ده كده يعني تطور انشاءات الحي الرابع من بره. بصينا من بره عامل ازاي ووصل لايه وايه الاماكن المحيطه بيه. انا مستني منكم اقتراحات، يعني انا على طول بقول وبكتب ان انا مستني منكم اقتراحات لاماكن محتاجين تشوفوها. لو في حد يا جماعه في حرف معين هو شاري فيه وفي نسبه انشاءات فعلا كبيره، هنخش نصور فيه، مفيش مشكله، الناس كلها تستفيد مش حد واحد بس. اتمنى تكونوا استفدتوا. عارف ان هو فيديو بسيط وسريع، ولكن يعني كان لازم اصور لكم التطورات اللي حصلت دلوقتي. ان شاء الله استنونا بقى في الفيديو القادم باذن الله الحي الخامس. شكرا، واشوفكم الفيديو اللي جاي باذن الله.